السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم عاملين يا رب بخير دايما. معاكم اسلام فهد في فيديو حصري، مش فيديو قوي بس، لا فيديو كمان حصري. اول فيديو عربي بيتكلم عن تعديل جهاز بلاي ستيشن 3 اخر اصدار 488. بتنزل السوفت المعدل، وهننزل الهين، وهننزل المالتي مان. قبل ما نكمل الفيديو احب اقول لك لو انت السوفت بتاعك لسه زي ما هو 487 ما تعدلش، ما تنزلش الاصدار ده عشان ده لسه تحت التجربه، يعني لسه بنجربه ولسه بنشوف فيه مشاكل او ما فيهوش مشاكل. فبلاش تنزله غير لما انا اقول لكم نزلوه، عشان خاطر ما يحصلش معاكم اي مشاكل ولسه احنا بنجرب مش عارفين الحلول بتاعتها. فيا ريت ما تنزلش لو انت لسه ما عدلتش، لو انت لسه ما حدثتش الجهاز بتاعك. انما لو انت حدثت الجهاز بتاعك اقول لك النهارده معانا الحل، ان انت هتقدر تعدل جهازك وهتقدر تنزل الالعاب بتاعتك تاني، وهتقدر ترجع الجهاز بتاعك متعدل زي ما كان. لان في ناس كتير عدلت وما تعرفش ان لسه ما فيش اصدارات سوفت معدل، ولسه ما فيش اصدارات ان هي تشتغل على التعديله. فالناس اللي عدلت النهارده ان شاء الله هنحل المشكله بتاعه التعديله، وازاي تنزل السوفت المعدل، وازاي تنزل الهين، وازاي تنزل المالتي مان، وتنزل الالعاب بتاعتك كلها تاني زي ما هي. الناس اللي سمعت معايا الفيديوهات اللي فاتت الموضوع بالنسبه لها هيبقى سهل، ومش هتحس باي حاجه صعبه معاك وانت بتعدل، وكل حاجه هتقف معاك هتحس ان هي عدت عليك في الفيديوهات اللي فاتت، فبالتالي هتلاقي حلول ليها بكل بساطه. بحب اقول لكم ان كان في فيديو انا مجهزه ومصوره وكان جاهز ان انا اعرضه، بس للاسف لما نزل التحديث بتاع السوفت 488 وقفت الطريقه بتاعت ازاي تشغل العاب البلاي ستيشن 2 على البلاي ستيشن 3. بس انا دلوقتي لقيت حل جديد ولقيت طريقه جديده هنقدر نشغل بيها الالعاب بتاعت البلاي ستيشن 2 على بلاي ستيشن 3. لو حابين سيبوا لي في الكومنتات علشان خاطر انزل لكم الطريقه ان شاء الله الفيديو الجاي، وكل الملفات اللي احنا هنستخدمها في الفيديو ده هسيبها لكم في الديسكريبشن عشان خاطر تستخدموها في الفيديو. السوفت الاصلي، السوفت المعدل، المالتي مان، كل دول هتلاقيهم في الديسكريبشن تحت. انا هرفعهم عشان خاطر تنزلوهم وتستخدموهم. قبل ما نكمل الفيديو لازم تتاكد ان انت منزل الملفات دي عشان تمشي معايا خطوه بخطوه. وزي ما احنا متعودين اول حاجه هنعملها هنروح على الكمبيوتر دلوقتي عشان خاطر ننقل الملفات بتاعتنا، وبعد ما ننقل الملفات هنتابع مع بعض خطوه بخطوه. زي ما انتم شايفين يا شباب دي الفلاشه بتاعتنا، دي الملفات اللي احنا هنستخدمها: الملف السوفت الاصلي، الملف السوفت المعدل، وبعد كده المالتي مان. مش هنستخدم الهين لان الهين هنعمل له داونلود مباشره على جهاز البلاي ستيشن ونعمل له انستول. اول حاجه هنعملها السوفت الاصلي، زي ما انتم شايفين ده السوفت الاصلي. هتاخد الفولدر اللي جواه كوبي وترجع ورا هنا على سطح الفلاشه وتحطه بيست. تمام، دلوقتي هو هيحط الملف زي ما هو كده، تاخده زي ما هو. هتلاقي كلمه BS3 وجواها كلمه ابديت، وبعد كده الملف بتاع السوفت الاصلي. بعد ما ننقل السوفت الاصلي على الفلاشه زي ما انتم شايفين هناخد الفلاشه ونركبها على جهاز البلاي ستيشن. زي ما انتم شايفين يا شباب جهاز البلاي ستيشن فتح معانا. كل اللي هنعمله هنروح للاخر وهنخش على سيتنج، وبعد كده على سيستم ابديت هندوس عليها، وبعد كده على ستورج ميديا. هيعمل سكان عشان يشوف السورس اللي احنا حاطينه او السوفت وير اللي احنا حاطينه. دلوقتي بيقول لك الفيرجن 488، بيقول لك انت عايز تعمل له انستول، هتقول له يس. دلوقتي هو هيبدا ينزل السوفت وير. فرضا انت دلوقتي جيت تنزل السوفت وير وقال لك ان هو مش قادر يقراه او مش موجود على الفلاشه، هتعمل ايه؟ هتخش على الوضع الامن. انا شارح قبل كده في فيديو ازاي تخش على الوضع الامن، في فيديو عامله قبل كده بيشرح ازاي تعدل جهازك حتى لو مش قابل للتعديل، هيظهر لكم في الايه اللي هتظهر فوق. الفيديو ده ارجعوا له لو حصل معاكم المشكله بتاعت ان السوفت وير مش قادر يقرا على الفلاشه. هتخش على الوضع الامن وهتعمل انستول من الوضع الامن عادي جدا من غير اي مشاكل. دلوقتي زي ما انتم شايفين دخل على الانستول بتاع السيستم ابديت بتاع السيف مود، فاحنا هنستنى لحد ما يخلص، وبعد ما يخلص برده هنرجع نكمل بقيه الخطوات. الخطوه الجايه هنرجع لجهاز الكمبيوتر عشان نحط السوفت المعدل، وبعد ما نحط السوفت المعدل نرجع نعمل له انستول تاني على جهاز البلاي ستيشن. دلوقتي يا شباب هو خلص تسطيب السوفت الاصلي. هنروح نتاكد من رقم الفيرجن، هنخش على سيستم سيتنج، بعد كده هننزل تحت الانفورميشن، هنلاقي هنا الفيرجن 488. كده هو نزل السوفت الاصلي اخر اصدار 488. كده كل حاجه تمام. فاضل ان احنا ننزل السوفت الهايبرد او السوفت المعدل، هنحطه على الفلاشه وبعد كده نرجع تاني مع بعض. دلوقتي هننقل السوفت المعدل على الفلاشه. السوفت المعدل اللي هو ده هتلاقيه في الديسكريبشن برضو، هتاخده زي ما هو زي ما قلنا. هتاخد BS3 كلها على بعضها، بعد كده تيجي هنا بره وتحطها بيست وتدوس
ان هو يكمل على الملف اللي موجود. لو جاب لك الرساله دي قول له اوكي ان هو يكمل على الملف اللي موجود، مفيش مشكله. هيشيل السورس بتاع السوفت الاصلي ويحط السورس بتاع السوفت المعدل. هنستنى لحد ما يخلص نقل، وبعد ما يخلص نقل هنحط الفلاشه تاني في جهاز البلاي ستيشن علشان ننزل السوفت الهايبرد او السوفت المعدل. دلوقتي ركبنا الفلاشه يا شباب في جهاز البلاي ستيشن تاني. هنخرج بره، هنطلع فوق لسيستم ابديت برضو، هنخش عليها وننزل تحت ستورج ميديا. هيقول لنا هنا 488 HFW او هايبرد مود، ده السوفت المعدل. ده كده السوفت الهايبرد او السوفت المعدل اللي انت هتسطبه. هتدوس اوكي، وبعد كده هتمشي مع الخطوات اكسبت، بعدها تنزل تحت ستارت. دلوقتي هو هيبدا ينزل السوفت المعدل. هنستنى لحد ما يخلص دلوقتي السيت اب او هيخلص الانستول بتاعه، وبعد كده نرجع نكمل بقيه الخطوات. ودلوقتي يا شباب خلص السوفت المعدل. السوفت المعدل كده نزل ومفيش اي مشاكل. كل اللي هنعمله هنروح نتاكد برضو، هنخش في السيستم وبعد كده هنخش في الانفورميشن تحت، هنلاقي هنا ان هو فيرجن 488. كده السوفت تمام ومفيش اي مشاكل. هنيجي بقى للخطوه اللي بعد كده. الخطوه اللي جايه احنا ما شرحناهاش قبل كده، لان الطريقه اللي احنا هننزل بيها الهين الطريقه دي جديده، بمعنى ان لسه BS3 اكسبوليت ما نزلش الطريقه بتاعته. احنا كنا متعودين على الطريقه الخاصه بيه هو، فاحنا بننزل بالطريقه بتاعته. انما المره دي في لينك او في موقع هتخش عليه علشان نقدر ننزل من خلاله الهين. لازم تتاكد ان انت كاتب اللينك ده مظبوط. اللي هنعمله دلوقتي ان احنا نخش نتاكد ان النت بتاعنا شغال. هنخش على نتورك، بعد كده ننزل نعمل تيست للنت. هتوصل الكابل بتاعك او تخش عن طريق الواي فاي، ايهما اسهل بالنسبه لك. بعد كده تعمل تشيك، هيعمل معاك تشيك نتاكد. بعد كده هترجع ورا. بعد كده هنفتح صفحه النت بتاعنا انترنت براوزر. بعد ما تفتح صفحه النت هندوس على ستارت، بعد كده نمسح اللي موجود كله بالمربع، وبعد كده نكتب حرف الN ونكمل بقيه اللينك اللي انتوا شايفينه ظاهر قدامكم. اللينك اللي ظاهر قدامكم ده يا شباب هو اللي هتكتبوه، لازم تكتبوه زي ما هو كده بالظبط. بعد ما تكتبوه بالظبط هتدوس على ستارت، هيبدا يحمل معاك ويخش يقول لك ان هو لقى الهين، والهين دلوقتي مظبوط. اللغه دي مش مظبوطه علشان زي ما بنقول الطريقه دي مش هي الطريقه اللي احنا بننزل بيها على طول، دي طريقه مختلفه عشان لسه BS3 اكسبوليت ما نزلش الطريقه الخاصه بيه. فاحنا كل اللي هنعمله هنرجع ورا، هندوس دايره وندوس اكس عشان نرجع، وبعد كده هنيجي هنا ريموت بلاي هنخش عليها. بعد كده هندوس دايره، هيرجعنا تاني للصفحه الرئيسيه بره. بعد كده هنطلع فوق هنلاقي انستول هين، هندوس عليها، بعد كده ندوس اكس انستول، وبعد كده يس. دلوقتي هو هيبدا ينزل الهين يا جماعه. لازم تتاكد ان انت كاتب اللينك اللي انا سايبه لك في الديسكريبشن واللي ظهر قدامك على الشاشه. لازم تتاكد ان هو مظبوط ما فيهوش اي حرف غلط، لان لو في حرف غلط مش هيفتح معاك. بعد ما يخلص الهين انستول هنرستر الجهاز، هنطفي الجهاز ونشغله تاني. دلوقتي الهين خلص، هنطفي الجهاز خالص. دلوقتي الجهاز فتح معانا زي ما انتم شايفين. هنخش على جيم، هنلاقي هنا انيبل هين، هندوس على انيبل هين. ده الهين كده ظهر يا جماعه، ده كده نفس الهين اللي احنا كنا شغالين بيه عادي خالص مفيش مشكله. هتدوس يس ان هو يقفل البراوزر، وبعد كده هتنزل بقى على باكج مانجر، بعد كده انستول باكج فايل، بعد كده ستاندرد. هتلاقي المالتي مان اللي انت حاطه على الفلاشه، انا سايبه لك في الديسكربشن تحت. هتعمله داونلود مع الفايلات وتحطه على سطح الفلاشه، ما تحطوش جوه فولدر، يعني ما تسميش اي فولدر وتحطه جواه، على الفلاشه من بره عشان يشتغل معاك. بعد كده هتيجي هنا هتدوس اكس على المالتي مان، بعد كده يس، هيبدا ان هو يعمل انستول، هيعمل انستول للمالتي مان. وبعد كده هتبدا ان انت تنزل الالعاب بتاعتك عادي خالص زي ما انا مشارح في الفيديو بتاع تنزيل الالعاب على جهاز البلاي ستيشن. هسيبه لكم في الايه اللي هتظهر فوق علشان لو عايز تنزل العاب على الجهاز بتاعك. دلوقتي المالتي مان خلص، هنروح نجرب المالتي مان، هندوس عليه، يبدا ان هو يشتغل معاك عادي خالص بدون اي مشاكل، وتبدا ان انت تحط عليه الالعاب بتاعتك، وتبدا ان انت تنزل عليه كل اللي انت محتاجه. وده كان شرح
ازاي تعدل جهازك على اخر اصدار 4.88. لسه التحديث نازل بس احنا عدلناه وهكرنا الجهاز ونزلنا العاب كمان، فكل اللي عليك ان انت تمشي على الخطوات وهتلاقي الموضوع سهل وما فيهوش اي مشاكل ان شاء الله. ولو لسه لحد دلوقتي ما عملتش لايك للفيديو وما عملتش سبسكرايب وما فعلتش الجرس، انت الخسران، لان كل الفيديوهات الحصريه هننزلها ان شاء الله مع بعض، وكل جديد هنشرحه مع بعض، وفي سلسله ان شاء الله انا بجهز لها، سلسله بلاي ستيشن 4 نازله قريب. لو انت من المهتمين بلاي ستيشن 4 لازم تفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا هنزلها ان شاء الله. في نهايه الفيديو يا شباب احب اقول لكم احنا داخلين على 4000 سبسكرايب، ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، واحب افكركم ان في جيف اواي في ال 10000، عايزين نوصل 10000 علشان انا خلاص زهقت عايز اطلع الجيف اواي، فيا ريت نعمل شير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن يا شباب. وبالنسبه للناس اللي كانت عايزه طريقه تشغيل العاب البلاي ستيشن 2 على البلاي ستيشن 3، الطريقه كانت شغاله قبل التحديث يا جماعه بتاع 4.88، بس لما نزل التحديث بتاع 4.88 الطريقه وقفت، بس احنا وصلنا ان شاء الله الحل وعرفنا نشغل برضو ازاي تشغل الالعاب بتاعه البلاي ستيشن 2 على البلاي ستيشن 3 بعد التعديل 4.88. فلو حابين سيبوا لي في الكومنتات علشان خاطر اعمل لكم الطريقه ان شاء الله الفيديو الجاي او الفيديو اللي بعديه على حسب ما اشوف كميه الناس اللي بتطلب. لو لقيت ناس كتير طالباها ان شاء الله اعملها لكم الفيديو الجاي باذن الله. ما تنساش ان انت تعمل لايك، ما تنساش تعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم اسلام فايد، السلام عليكم.